ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات فراولات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم حبايب قلبي. النهارده بقى معانا روتين كده في المطبخ. الروتين ده تعمليه لما تبقي فاضية او هيوفر معاكي وقت كتير كتير. هيفضل مطبخك نضيف كده زي الفل على طول، من غير ما يبقى فيه بقى ايه بهدله كده، وتبقي ناعية. اهم حاجة في المطبخ تكون متكركبة وتقيلة عليكي. لو اول مرة بتشوفوا قناتي اتمنى لو ما اشتركتوش لسه تشتركوا، تحطوا لايك كده قمر منكم. ويلا بينا ندخل كده على الفيديو على طول. بس عايزه اقول لكم حاجه بسيطه صغنونه قد كده. عايزه اقول لكم الناس اللي ما بيوصلهاش اشعارات من قناتي تلغي الاشتراك وتفعل الاشتراك تاني وتفعيل الجرس. تلاقوا علامه الجرس تحت الفيديو، اضغطوا عليها واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة، عشان ناس كتير بتقول مفيش اشعارات بتروح لها من قناتي. يلا بينا مع بعض ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا كنت مشطبة شوية المواعين دول كده وسايباهم ايه يتصفوا على الحوض. عايزة اقول لكم ان هو المطبخ نضيف، بس احنا هنعمل برضو روتين فيه في شوية حاجات كده هتشوفوها دلوقتي مع بعض. هي محتاجة تنظيفات. كل ما بلاقي نفسي فاضية كده بقوم جايباها وعاملاها. جبت بقى طقم التوابل ده كده عندي عشان هغسله. انا هغسله كده مكانه زي ما هو كده، مش هفضي التوابل منه، بس بحكم الغطا عليه حلو قوي كده. عايزه اقول لكم ان انا الشفاط بعيد خالص عن الشباك، بعيد خالص عن البوتاجاز. في الدهون بصراحه بتملى المطبخ عندي وعلب التوابل. مكان ما بيكون بقى فيه كده بتعملي حاجه، بتقلي حاجه، بتعملي اكل، بيطلع بقى البخار والدهون على كل حاجه موجوده في المطبخ. فعلب التوابل ديت كده، وده حامل سكاكين كنت حطاهم على الرخامه، فجبتهم كده ورشيت عليهم باور واسيبهم 5 دقايق كده مع بعضهم لما اي دهون عليها تسيح يعني. وهيجي بقى المكان ده اللي كنت حاطه فيه علب التوابل وكده، هبدأ برضو افضيه كده عشان برضو ايه اغسله كده معايا ويبقى نضيف مكانه. انا حاطه هنا على الرخامات ده الاستيكر الحراري بتاع الرخامات، بس بصراحه اللون ده ما كانش لايق اساسا مع المطبخ، والراجل جاب لي طلب غير اللي انا كنت طالباه خالص. فان شاء الله هغيره اليومين دول. كنت لسه مركباه جديد وكده، وكنت عاملاه ب600 جنيه والله. فحرام استخسرت ان انا اشيله، قلت اسيبه فتره، فهو بقى له كام شهر. فغير الاستيكر دوت برضو من على الرخامات لاني اتبهدل من مكان جنب الحوض مكان التصوير وكده. رشيت عليه باور برضو كده ومسحته بقى يا دوب. بصي الباور ده تحفه كده، تحفه بجد. اي دهون اي حاجه بيشيلها لك في ثواني. دي كده علب الشاي والسكر كده والملح، دول على طول باخدهم اغسلهم يعني وانا واقفه. اول ما بيفضوا بغسلهم على طول. همسح برضو ايه كده بقية الرخامات من اي حاجة موجودة عليها. نعمله بقى ايه كده ايه تنظيفة عميقة شوية كده. هو انا لقيت نفسي فاضية وما عنديش حاجة، والمطبخ برضو ما فيهوش كركبة ولا حاجة، وما عنديش حاجة يعني اللي هي تقيلة. عندي اكل معمول، فقمت اما اقوم اعمل بقى شوية الشغل دول كده. بصراحة بيغيروا المنظر في المطبخ وبيخلي مودك كده حلو قوي. ان الحاجة نظيفة كده وبتلمع قدامك بيبقى الموضوع ايه، بيديكي طاقة ايجابية اكتر. دي كده العلبة بتاعت المعالق، صفاية المعالق برضه هاخدها كده اغسلها معايا، واغسل كل المعالق وكده اللي فيها. دي علبة كده صابون. بصوا الفرشة دي بتاعت السمك، انا كنت جايباهم 3 مع بعض يعني بستخدمهم لكذا حاجة. بجد جميلة. بصوا الصفاية بيبقى فيها اماكن صغيرة كده، مكان تصفية المعالق وكده ما بتوصل، بتبقى عاملة مش نظيفة يعني. فما بعرفش اعملها بالسبونشة او بالسلكة. فالفرشة دي بتجيب كده اي مكان فيه اتساخات وكده بتنضف بسرعة معايا، بتروح زي الفل. بس كده بقى، ونغسل بقية المعالق كلها، وبرضو هرصها ايه كده فيها واسيبها تتصفى. شكلها بيبقى متغير بصراحة. اي حاجة تنضفيها وتغسليها بتديكي شكل كأنها جديدة. كل بقى ما توقفي في المطبخ كده بيكون وراكي يعني ما وراكيش شغل كتير، بالذات ايام المدارس دي. ايام المدارس دي بتبقى الامهات بصوا مضغوطة وما فيش وقت، فاي شوية وقت كده تلاقيهم عندك حاولي تنضفي فيهم اي حاجة. اعملي نضفي اوضة، نضفي علبة من علب المطبخ،
درج مطبخ، اي حاجه اغسلي حاجات كده، زي لو حطها رخامات زي كده متعرضه للدهون وكده، اي حاجه شيلي سجاده اغسليها اغسلي الحمام، اي حاجه كده. المهم اللي هو انت فاهمه تلاقي ايه كده، الدنيا حواليك نضيفه ومش متكركبه وما عندكيش احباط. انا لو الدنيا متبهدله بصراحه بيبقى عندي احباط. يعني علب التوابل دي بقالي كام يوم عايزه اعملهم، كل يوم اقول النهارده بكره بعده، لغايه ما جبتهم كده وقلت لا بقى ايه، ما بدهاش. دي كده الحامل بتاع علب التوابل، برضو رشيت عليهم كده باور في ثواني. بقى الباور ده بيخليكي في ثواني الدهون كده بتسيح في ثواني. بصوا هنا بقى العلب كده بغسلها زي ما هي، انا زي ما شفتوا في الاول ان انا حاكمه الغطا بتاعها، فمش بينزل جواها اي ميه للتوابل. انما عشان افضي العلب ديت كده كلها وكده التوابل بترطب، فانا بسيبها كده، والعلبه اللي تخلص بغسلها جوه وبره، بس هي جواها برضو ايه نضيف بالتوابل اللي فيها. كل واحد على قده بقى، ايا كانت بقى حاجته كده، العلب التوابل اللي عنده، حاجات مطبخه، فكل واحد على قده كده، مش لازم تبقى الحاجه اللي هي واو يعني. عادي علب التوابل دي كده كنت جايباها بالحامل ده ب90 جنيه ما كانتش غاليه والله بس حلوه بجد. بس غسلتها بقت زي الفل كده، هرجعها بقى مكانها كده، الحاجه اللي هنضفها هرجعها مكانها عشان برضو ايه ما كركبش جنبي ولا حاجه، الدنيا بقت زي الفل اهي. بصوا بقى الدرج بتاع المطبخ ده حكايته حكايه. بصوا بقى مليان حاجات زي ما انتم شايفين كده، دي حاجات المطبخ ديت كده، المعالق بقى والمضرب وحاجات كتير كده بتاعه المطبخ. بصوا هو الدرج مش فيه دهون ولا حاجه جواه، بس الفكره ان ولادي لما بييجوا يعبوا علبه الشاي فبيعبوها على المكان اللي على الرخامه اللي فوق ده، فبيقع منهم شاي لازم يعني، هما بيفضوها كده يقع شاي، اللي يقف يعمل شاي لازم يوقع على الرخامه. مهما تقولوا يا ولاد خلوا بالكم مفيش فضيت الدرج كده برضو ورشيت عليه رشه باور كده وغسلته ونشفته بقى كده وسبته إيه لما يتصفى خالص وينشف خالص. بصوا دي علب كده بتاعت حافظ التلاجة، الاطباق دي بتاعت حافظ التلاجة كده، انا عاملاها كده بحط فيها برص فيها اللي هي بالتوزيع والحاجات اللي موجودة في الدرج دي، علشان لما بحطهم كلهم في الدرج مع بعض كده الدنيا بتتوه في بعضها، فكده حاسه ان انا يعني ايه حاكماهم شويه. محطوط بقى زي ما انتم شايفين بقى حاجات بصوا ملهاش لازمه، حاجات كتير قوي على الفاضي. عايزه تصدقوا ان انا افضي منها الحوض شويه، يعني الدرج اخف منها في الدرج شويه كده، اخد شويه كده اشيلهم على جنب، لان من كل حاجه متكرره اكتر من مره كده في الحوض، وفي الدرج كمان عامل كركبه جامده. هبدأ بقى كده اشطفها واصفيها. دي كده هرسة البطاطس دي تحفة، بحبها قوي، بعمل بيها شغل كتير مش للبطاطس بس. ودي اطقم التوزيع بقى اللي موجودة. هي الستات كده تحب بصوا تشتري حاجات كتير من نفس النوع ولها نفس الاستخدام، بس معرفش ليه بحب اشتريها كتير. يعني ممكن يكون طقم توزيع واحد ويقضي الغرض، لا يعني اللون ده حلو، النوع ده حلو، فاهمين انتوا، بطلوا شراء وخلاص. بس خلاص بقى كده سبتها اتصفت وهرصهم كده في الدرج. هجيب بقى ايه كده طبق من دول كده ارص فيه اللي هي الايه الحاجات الصغيره، اللي هي كده الكوبايات المعياريه بقى والفرش بتاعت الايس كريم ديت كده، وقطعت البيتزا وقطعت البسبوسه وحاجات كده. هبدا ارص في طبق منهم كده ايه اللي هي الحاجات الصغيره، وفي طبق تاني اللي هي الحاجات اللي ليها ايد مثلا، اللي هي بتاعت طقم التوزيع. نضفوا بقوا زي الفل كده. عايزه اقول لكم الدرج بقى شكله احلى، هتشوفوه دلوقتي بحطهم جواه، بياخدوش حاجه خالص، ما خدوش وقت معايا. عايزه اقول لكم كانت مده الفيديو ربع ساعه 15 دقيقه، فانا سرعته، ففي ربع ساعه عملت حاجات كتير في المطبخ، وحاجات هتسهل معايا الموضوع، اني يبقى مطبخي نضيف على طول، يبقى بيلمع على طول كده، حاجات سهله وبسيطه يعني. بس الموضوع الكسل اللي احنا فيه، حطيتهم بقى في الدرج كده بالشكل ده، ترصوا بقى وبقوا ايه زي الفل كده. خلاص نضفنا رخام ونضفنا الدرج، بقوا زي الفل خلاص كده.
هنشوفه بقى ايه كده تاني غيرهم هنعمله مع بعض. هنا بقى خلاص بقى الرخامات بقت زي الفل. المكان ده بقى في المطبخ مفهوش كده جزء من التقفيلة لان الغسالة محطوطة. هغسل بقى كده ايه الرخامة دي كده مكان بقى الحاجات اللي كنا حاطينها عليها بالمرة بقى اغسلها، اصلا نضيفها كده بقى ايه كده واشطفها بالمية عشان تبقى نضيفة. الموضوع ما خدش وقت وسهل وسريع وبسيط، ونضفنا جزء من المطبخ حتى لو جزء صغير ما تستقليش بيه يعني. وقومي اعملي شغلك حاجة، لو حاجة بسيطة، لو هتطبقي ظرف الدولاب، لو تغسلي درج واحد بس. مع الوقت كل حاجة هتعمليها، كل حاجة ايدك فيها في شغل البيت، هتلاقي بيتك دايما كده نظيف وبيلمع. وادي الارض نضيفة زي الفل. زي ما قلت لكم المطبخ كان نضيف اساسا يعني، مكانش في حاجة ايه يعني مش نضيفة. مخدش وقت خلاص بقى. وكنت محضرة معايا بقى كده ايه صينية فراخ هسويها بقى واعمل ايه الغدا بتاع ولادي كده عشان كانوا قربوا يرجعوا ايه من الدروس. كنت متبلاها من الصبح وركناها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. هعمل لهم جنبه برضو شوية رز جنب الفراخ كده المشوية. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة بقى كده. لو عجبكم حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة، بحبكم في الله، باي باي.